السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم الحوت بطريقتي الخاصه من طبيعه الحال، ولكن اليوم كاين واحد المكون ان شاء الله غنوريه لكم، وانا متاكده بان كلكم غتبغيو تجربوه ان شاء الله لانه فعلا زوين. اولا على بركه الله، ما تنساوش عافاكم تحطوا لي اللايك، الله يجازيكم بالخير. هنا عندي الحوت ديال البينيتو، عندي حامضه مصيره وانتم الحامض على حسابكم، عندي ورقه سيدنا موسى، عندي الابزار، نيورة، عندي الثومه يابسه ممكن تستعملوا الثومه طريه، عندي الزعتر، عندي الزيت البلديه، عندي الملحه، وعندي هنا شويه ديال القزبر الطري مقطع. المكون اللي غنزيدكم هو الفلافل، هذه غتلقاوها عند حوريه، المحل ديال حوريه اللي صورت لكم في القناه. فلافل هادو يابسه ولكن المذاق ديالها واعر. دابا غنخدم معكم بها هنا في هذا الطبق. مره اخرى ان شاء الله ملي نبغي نخدم بها غادي ثاني نوريكم شنو غادي الوصفات ان شاء الله نقدر نوجد معكم باذن الله الا بقينا بالحياه. فعلى بركه الله ندوزو مباشره باش نصبوا ان شاء الله هذا الطاجين. هذا ماشي طاجين، حوت على شكل طون بطريقتي الخاصه. ندوز ان شاء الله. نحط التليفون سيبورا في هنا. غناخذ طبيسيل، بسم الله على بركه الله. غندير فيه شويه ديال الربيع، ممكن ما تستعملوش ربيع، راه بالخطرات ما كنديرش ربيع، ولكن الوصفه كتجي بنينه. راني حاطه لكم في القناه، ديرها لكم في الكوكوط، في الكوكوط على شكل طون. غادي ندير الفلافل، تقريبا عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال الفلافل كنخدموا بها في وصفات ان شاء الله غنشارككم معكم باذن الله، ما نحرقوش المراحل. الحامض المصير، بسم الله. غادي ندير شويه ديال الملحه، علاش؟ حيت الحامض مالح، ما نكثرش قريصه د الملحه. غادي ندير الزعتر، نتمنى يكون واضح معكم مزيان. الزعتر، الابزار، بسم الله على بركه الله. ممكن اللي كيبغي الحار تقدروا تستعملوا شويه ديال الحار، متفقين؟ هنا ما غنديرش الحار على ود الوليدات الصغار. عندي الثومه يابسه، ممكن تستعملوا الثومه طريه محكوكه، ما كاين حتى شي مشكل هنايا. غادي ندير زويته بلديه باش غنخلطوا هاد المكونات. بسم الله على بركه الله. غنخدم بيدي من طبيعه الحال، غنخدم هاد الشيء هكا بيديا كيف ما كتلاحظوا معايا. هذاك الحامض راه كيذوب، الحامض المصير راه تيكون معلك ومعسل وتيكون هو مالح، يعني هنا نحرصوا على الملحه، نحاولوا ما نكثروش الملح اولا ما نديروهاش نهائيا، على حسب الحامض مالح. غادي ناخذ واحد المقله اللي غنحط فيها مباشره ان شاء الله. هنا غنرجع شويه السيبوره باش نقدر نخدم معكم. نشيل هاد الطبيصات من هنا. غادي نجيب المقله، هاد المره ما غنديرش في الكوكوط، اللي عنده بحال هاد المقله يخدم بها ياك. غادي ندير واحد شويه ديال زويته في المقيله هكا، بسم الله. غادي ناخذ ورقه سيدنا موسى وغادي نفرشها في القاع ديال المقله. ما دهنتش، خصني ندهن هاد الزيت، نديرو بحال هكا صافي. نسرح دوك الوريقات. غادي ناخذ ان شاء الله الشرموله ديالي، غندوزها في الحوت بحال هكا، نتمنى يكون واضح معاكم. بسم الله. ونحط هذا الحوت هذا راه دايره معاه بزاف ديال المقبلات. درت معكم السفرجل ولكن ما غنديرش نفس الفيديو باش ما يجيش طويل. هنا راه دايره الحوت مع السفرجل مع شلاضه بطبيعه الحال، مطيطه هكايا، مطيباها بحال مقليه في هذا. دايرها غير في الكوكوط، كنسد عليها حتى هي كتجي زوينه هانتوما. وغنستف هذا المقله بهذه الطريقه هذه. عرفتوا الريحه فنه طالعه، واحد الريحه ما شهيتكم فيها هانتوما. نستفوا بهذه الطريقه حيت هذه المقله هذه شنو الدور ديالها؟ انها كتزمط، غادي يعرق لينا هذا الحوت وغيطيب بالماء ديالو، متفقين؟ ما غنديروا لا ما لا والو. هانتوما لاحظوا معايا ما غنديرش الماء، كيف ما قلت لكم اللي كيبغي الحار يدير الحار.
الحوت يكون جديد. الحوت ملي كيكون طري تيكون زوين في الماكله ديالو. هذا الرويس هذا ما غاديش نحيدو حيت فيه الهبيره حتى هو نديرو فيه الصوص ديالو اولا الشرموله. غنسدو بحال هكا غنحطو، وما تبقى غادي نوزعو على الحوت هكا. غنغسل يديا. نتوما الزوينين ديالي صافي. من بعد ما ستفت الحوت غادي نسد. ممكن قلت لكم تستعملوا الحار، هنا تقدروا تزيدوا شويه القزبر يابس حتى هو كيجي زوين. القزبر يابس غنسد عليها وغنحطها فوق البوطه، بوطه عاديه غادي طيب فوق منها، وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله في الشكل النهائي. يمكن كيوصل لهذه المرحله كنقلبوا من الجهه الاخرى، كياخذ واحد اللون هكا مديدو كيف ما كتلاحظوا معايا. هانتوما شفتوا ورقه السيناموسه كانت لتحت ورجعت قلبت الحوت بالورقه ديالو. هانت صافي دابا باقي لي الجوج ما قلبتهمش. هنا غادي ان شاء الله تلاقاو معايا باذن الله في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الحوت ديالي من بعد ما طاب. كنتمنى من الله انكم تجربوه، كيجي معيل لك هانتوما. ودرت معاه هنا شليضه بطاطا هكا في الكوكوط بالبطاطا حلوه بالبطاطا العاديه، والصفرجل اللي صورت معاكم هانتوما. وبالصحه والراحه. كنتمنى من الله انكم تجربوه. اللي جرب يخلي لي تعليق. وبالصحه والراحه.